هللويا. هتلاقي ال للتوزيع السنوي أو هللويا للتوزيع السنوي وهللويا للتوزيع الصيامي، هللويا للشعنيني وهللويا للفريحي. وكل مناسبة في الكنيسة هتلاقي لحن هللويا بيرتل في التوزيع بطريقة مختلفة. عشان كده أنا جاي الحلقة دي أقولك إنه كلمة هللويا ليه الكنيسة مهتمية بيها كده، وليه الكنيسة بترتلها في كتير من مناسباتها وكتير من ألحانها. كمان هنعرف ليه بنقول الصوم الكبير بالطريقة دي، والهدف من نغمة اللحن والغرض اللي عايزة توصله الموسيقى الموجودة باللحن. أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات حكاية اللحن، واللي فيها بنعيش اللحن مش بس بنقوله. انزل اعمل لايك، شير في القناة، فعل الجرس، كوباية الشاي بتاعتك، ولا بينا نبدأ الحلقة. توزيع للصوم الكبير واللي بيتقال في أيام الصوم الكبير. وهنا يا صديقي لازم تعرف الفرق بين مسمى أيام الصوم الكبير ومسمى سبوت وأحد الصوم الكبير. وده لأنه مسمى أيام الصوم الكبير بيندرج تحته أيام الأسبوع من يوم الاثنين لغاية يوم الجمعة من كل أسبوع. وفي الأيام دي الكنيسة بتصلي بالطقس الصيامي المعتاد اللي بتلاقي نغمته وبتلاقي ألحانه فيها خشوع وتذلل لربنا عشان يغفر لنا خطايانا، وبتلاقي النغمة فيها شيء كبير جدا من النسك النغمي اللي اتكلمنا عنه قبل كده في حلقة لحن تهريني لو عايز ترجع لها. أما مسمى سبوت وأحد الصوم فهو بيضم يومين بس اللي موجودين في اسمه، اللي هو يوم السبت ويوم الحد، وبيبقى ليهم طقس مختلف. مش بس كده، كمان بيبقى ليهم ألحان مختلفة عن ألحان أيام الصوم. وده لأن الكنيسة بتعتبر كل يوم سبت وكل يوم حد في الأسبوع هو تذكار لقيامة رب المجد من الأموات. وبتصلي الكنيسة في الأيام دي بالطقس الفريحي. في أيام سبوت وأحد الصوم حتى لو مش بالطقس الفريحي كاملا، لكن النغمة بيبقى فيها انتعاشة أكتر من أيام الصوم. نرجع تاني لموضوعنا، هو لحن التوزيع لأيام الصوم الكبير. بص يا صديقي، أي توزيع في الكنيسة سواء طقس سنوي أو فريحي أو شعنيني أو صيامي، هتلاقي إنه أو نغمة نفسها بتميل للفرح وما بتميلش أبدا للحزن. وده لأن الكنيسة بتعتبر إن وقت توزيع الأسرار أو وقت التناول هو عيد خاص موجود في كل قداس وفي كل يوم بنتناول فيه وبتحتفل بيه كأنه عيد، لأننا في الوقت ده بيبقى اتناولنا جسد الرب ودمه. عمرك سألت نفسك ليه الكنيسة عملت حاجة اسمها التوزيع؟ وليه كلمة هللويا موجودة في كل ألحان الكنيسة؟ وليه الكنيسة عملت صيامي وقال فريحي وقال ثانوي وقال شعنيني؟ ليه الاهتمام الكبير قوي بكلمة هللويا وخاصة في وقت التوزيع؟ أنا سألت نفسي حتى لو أنت ما سألتش، وجيت وجبت لك الإجابة. وعشان أجاوبك على السؤال ده هقولك إنه كلمة هللويا هي لغة التسبيح للكنيسة المنتصرة في السماء. هتقولي والكلام ده جبته منين؟ هقولك يا صديقي الكلام ده موجود في الكتاب المقدس، وبالتحديد لو فتحت سفر الرؤيا ليوحنا اللاهوتي هتلاقي في الإصحاح 19 من سفر الرؤيا ذكر آيات كتير جدا بتدل إنه السمائيين كانوا بيرتلوا بكلمة هللويا، والكنيسة المنتصرة استخدمت كلمة هللويا في تسبيحتها. وعشان ناخد كام مثال ليها أقولك إنه الآية الأولى في الإصحاح 19 من سفر الرؤيا بتقول: وبعد هذا سمعت صوتا عظيما من جمع كثير في السماء قائلين: هللويا، الخلاص والمجد والكرامة والقدرة للرب إلهنا. كمان في نفس الإصحاح والآية الثالثة من إصحاح 19 في سفر الرؤيا هتلاقيها بتقول: وقالوا ثانية هللويا، ودخانها يصعد إلى أبد الآبدين. ولو رحنا للآية الرابعة من نفس الإصحاح هنلاقيها بتقول إنه 24 شيخا والأربع حيوانات غير المتجسدين بيرتلوا بنفس الكلمة اللي هي هللويا. ونص الآية الرابعة من الإصحاح بيقول: قرر 24 شيخا والأربع حيوانات وسجدوا لله الجالس على العرش قائلين آمين هللويا. لو عايز إثباتات تاني أو آيات تاني على كلمة هللويا وإن هي لغة المنتصرين في السماء، ارجع لإصحاح 19 من سفر الرؤيا واقرأه، هتلاقي كتير جدا ومخلوقات كتيرة جدا بتسبح ربنا بنفس الكلمة. عشان كده الكنيسة حطت قبل أو كلمة هللويا في التوزيع، وده لأنه في وقت التوزيع هو أقدس وقت في القداس. وده لأنه في وقت التوزيع لو لاحظت إنه قبليها أبونا بيقول القدسات للقديسين، واللي كده بيدل إن كل الموجودين في الكنيسة هم قديسين وهم منتصرين، وإنه الكنيسة المجاهدة أصبحت كنيسة منتصرة موجودة على الأرض. عشان كده الكنيسة حطت تسبيحة المنتصرين في نهاية القداس عشان تذكرك إن أنت أصبحت من القديسين ومن المنتصرين خلال رحلة القداس.
نرجع تاني يا صديقي لكنيسة المجاهدين اللي بنتمنى نتركها ونذهب لكنيسة المنتصرين، لكن هنرجع للحن قل أيام الصوم الكبير. بالنسبة لقل الصيام هتلاقي في نغمته نسك وهدوء، لكن في نفس الوقت هتلاقي فيه نغمة نشطة وعالية ظهرت في اللحن فجأة. لكن مش عايزك تنسى برضو ان احنا اتفقنا فوق انه مفيش قل توزيع بيقال باللهجة الحزينة او مفيش قل توزيع حزين. هتقولي ازاي مش حزين وازاي بادئ بهدوء؟ هقولك بما اننا موجودين في ايام الصوم وفي حالة تذلل وتوبة ونسك وطلب غفران من ربنا من خطايانا اللي احنا عملناها، هتلاقي النغمة هادية جدا في بداية القل وكأنها بتدي للإنسان فرصة وتذكر خطاياه، وبترفع فكر الإنسان اللي موجود في الكنيسة للفكر السماوي وللسماويات. هنا هيجي التغير المفاجئ في نغمة اللحن، واللي هتلاحظه بعد كلمة اسمه هتلاقي النغمة بقت مختلفة ومليئة بنشاط والحماس، وهتلاحظ ان النغمة بقت اسرع شوية، وكأن نغمة اللحن عايزة تديك قوة روحية. مش بس كده، دي عايزة تنبه الانسان او الفكر اللي بيصلي انه ينتبه للصلاة اللي بيصليها. وبتلاقي ان المزمور 150 او ابتداء من بعد كلمة اسمه بيرتل المزمور بنغمة مختلفة تماما عن النغمة اللي بدأنا بيها. تحس ان النغمة فيها انتعاشة شوية وفيها جزء من الفرح، وده لان احنا في اقدس وقت في القداس زي ما قلت لك، والكنيسة بتبقى فرحانة بتوزيع اسرار، وده العيد الخاص في كل قداس في الكنيسة. لكن بالرغم من نغمة الفرح او الانتعاشة اللي ظاهرة في اللحن، إلا أن الكنيسة في النغمة نغمة الصوم الكبير وبالتحديد في المزمور 150 بتحافظ على الهدوء والنسك النغمي اللي موجود في المزمور. فبتلاقي نغمة المزمور هي نغمة ناسكة، ونغمة ناسكة دي ذكرناها في حلقة تيهريني، وممكن تعرف ليه بالنغمة الناسكة. شكرا لكم، حلقتي خلصت، مستنيكم في حلقات جاية كتير، استنوا حلقات